جسور قواتنا الجوية حماة سماء الوطن. الحفل الكريم إدراكا من القيادة السياسية وبصفة خاصة من السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لأهمية الظرف ودقة المرحلة التي تعيشها مصر ويعيش معها الوطن العربي، مرحلة مكافحة التطرف والإرهاب الأسود، والذي يظهر بصورة مرئية في الوقت الحالي والمنتظر تطوره في السنوات القادمة، سواء داخل الدولة أو بالمنطقة العربية بشكل عام، والذي تتطلب ضرورة تطوير قواتنا المسلحة. فبادر سيادته بمجهود شخصي في إنهاء صفقة الطائرة الرافال والتي ستظهر من يسار المنصة لتدخل الخدمة بقواتنا المسلحة ضمن تشكيلات القوات الجوية. الطائرة الرافال يسار المنصة في أول اشتراك لها ضمن تشكيلات القوات الجوية في الاحتفال بالخريجين الجدد. وتعتبر الطائرة الرافال من الجيل الرابع المتقدم 4++، وهي متعددة المهام وتقوم بأعمال جمع المعلومات والاستطلاع بأنواعه عن الوحدات المعادية الجوية والأرضية والقيام بمهاجمتها في نفس المهمة. لذلك أصبحت مقاتلة كل المهام وليس مجرد متعددة المهام. ونشاهد الآن أمام المنصة ولجهة اليمين الطائرة الرافال لتستعد بالهبوط أمام حضراتكم إعلانا بانضمامها إلى أسطول طائرات القوات الجوية. الطائرة الرافال على أرض الكلية الجوية بسلام. وتستعد سماء العرض الآن لاستقبال فريق الألعاب الجوية النجوم الفضية من مدرسي الكلية الجوية. أقلع الآن فريق الألعاب من يمين المنصة في مجموعتين تنضمان في تشكيل واحد أمام المنصة. التشكيل يمين المنصة. الألعاب الجوية بالكلية الجوية منذ ما يقرب من 30 عاما بطائرات طراز ال-29، كما أقلعت الآن الطائرة المنفردة من يمين المنصة. وستظهر الآن من جهة اليمين لتؤدي الدوران الحاد لجهة اليسار. الطائرة المنفردة أمام المنصة الآن. وتؤدي
دوران معاكس لجهة اليمين، ثم تؤدي مناورة كريزي مانوفر بالعجل والقلابات وكشافات الهبوط لأسفل. تؤدي مناورة الكريزي مانوفر. وسنشاهد الطائرة الرافال مدونا عليها تحيا مصر، هتاف يهز قلوبنا جميعا ويعزف أروع ألحان الوطنية. كلنا نردد هذا الهتاف ونعتبره لحنا رائعا للوطنية المصرية. الرافال يسار المنصة ويتزامن معها في المواجهة ولجهة اليسار التشكيل ليؤدي بيج 7. تحتل الصدارة في المعرض الأرضي. القوات المسلحة ماضية في الحفاظ على أعلى معدلات الاستعداد القتالي للقوات الجوية من خلال امتلاك أحدث نظم التسليح والتأمين الفني، وإعداد وتأهيل الأطقم الطائرة والفنيين بما يتناسب مع أحدث النظم وأساليب القتال الجوية، لتظل قواتنا الجوية في أعلى درجات الكفاءة القتالية. ونرى الآن نزول الأبطال من نسور قواتنا الجوية من طائرات الرافال على أرض الكلية الجوية أمام ويمين ويسار المنصة. ويحتفل فريق الألعاب الجوية من أمام المنصة بطيار الطائرة الرافال، وذلك بالمرور على شكل كونكور. ويتوجه الطيارون إلى المنصة الرئيسية لتحية السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. وفي تقليد أصيل يحرص طياري مصر على تقديم لمسة وفاء واعتزاز وتقدير للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. فريق الألعاب الأرضية يحيي طائر الرافال. ويتوجه أقدم طياري الرافال بإهداء جاكيت طيران يحمل علم الجمهورية وشعارين للواء وسرب الرافال.
نعم، تحيا مصر رغم أنف من يكيدون لها. تحيا مصر، ومصر دائما قاهرة فوق كل أعدائها.